اطيب ناس، كل اكتفى واحساس، حافظك رب العالمين. اسألوا كل الناس من هم اجدع ناس، هم المصريين يا ارض اطيب ناس، كل اكتفى واحساس، حافظك رب العالمين. مين احن قلب لينا هو حب حبيبتي مصر، مين يسعد مين قلوبنا يا ست الكل مصر، مين اللي جنب منا مش. طبعا احنا دلوقتي شغالين في شارع الجيش طبقا لتوجيهات السيد الوزير المحافظ بتطوير شارع الجيش وتوسيعه. فابتدينا في شارع 23 يوليو شغالين فيه دلوقتي توسيع. خدنا من الجزيره اللي في النص كانت حوالي 6 متر، خدنا منها حوالي 1.5 متر من الاتجاه بتاع شارع 23 يوليو. وطبعا تم حفر المتر ونص ده، نشيل ناتج الحفر وبيترمي مكانه الاعداد قدام سيادتك دلوقتي. وكان في هنا زي جزيره هي بسيطه للنقطه اللي دخلت فيها ديت، دي هيتم توسعتها، هنعملها زي باركنج للعربيات الميكروباص. العربيات زي موقف العربيات الميكروباص عشان ما تعيقش الطريق للرئيس اثناء الحركه. طبعا الطريق ده مقفول بتوجيهات سياده المحافظ والتنسيق مع مرور السويس سياده العميد ضفراوي. خلى شارع 23 يوليو خلاه حارتين رايح جاي، مع وقت الذروه يفتح شارع الشهداء اللي بيؤدي الى شارع الجلاء. تمام. كانت توجيهات سياده المحافظ برضه في المجلس التنفيذي يوم الثلاث اللي فات بفتح شارع الجلاء، وشارع الجلاء ده كان مقفول من ايام الثوره. كان قرار من سياده المحافظ ان هو يفتح شارع الجلاء لتخفيف برضه الازمه المروريه اثناء الشغل يعني. وفعلا هي خفت الضغط على شارع 23 يوليو اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي. وزي ما انت شايف مفيش اي اعاقه مروريه موجوده في الشارع قدامك. وطبعا انت عارف ان الشارع ده يعتبر هو الشريان الرئيسي لمحافظه السويس، جايبها من طريق مصر حتى بورتوفيق. تمام. فان شاء الله ربنا يسهل في اسرع وقت كده بالتعاون مع الطرق والقوات المسلحه هي اللي واخده الشغل ده مشكوره. فان شاء الله في اسرع وقت يتم الانتهاء منه باذن الله. المده التنفيذيه حضرتك يا فندم للمشروعات الاجماليه كام قد ايه يا فندم؟ المده الاجماليه او المشروع ده في الانتهاء قد ايه؟ ان شاء الله يعني في خلال شهر باذن الله هيتم الانتهاء في الشارع ده نهائي. عايزين نفتتحه باذن الله قبل دخول المدارس، ثم يتم افتتاحه ونبتدي نشتغل في الطريق الثاني. تمام. متشكر حضرتك يا